السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تقبل الله منا منكم صالح الأعمال إن شاء الله. اللهم بلغنا رمضان جميعا ونحن بأفضل حال وأتم صحة إن شاء الله. بشكركم يا جماعة على مشاهدتكم السابقة للفيديو السابق. متشكرة لكم جدا، جزاكم الله خير الجزاء على تعليقاتكم الجميلة وعلى تشجيعكم ليا، جزاكم الله خيرا. النهاردة هنتكلم عن حاجة كلنا بنعاني منها في فصل الصيف، هي الحشرات اللي بتظهر عند الحمام. النهاردة جايه لكم بحاجة جميلة جدا هنحطها على الأكل. هتقولي لي هحطها على الأكل والحمام هياكلها وهتقاوم الحشرات؟ أيوة، هقول لكم بحطها على الأكل. هحط منها معلقة على بديل كلفة الحمام اللي أنا عملتها في الفيديو السابق وعجبت الناس كتير جدا. الفيديو يا جماعة ارجعوا له، الفيديو اللي قبل ده إن شاء الله جميل جدا جدا. وفي بديل لكلفة الحمام للناس اللي بتشتري الكلفة غالية والكلفة غالية عليهم. انا عملت لكم بديل لكلفة الحمام، هتقدموها 3 ايام في الاسبوع، يوم كلفة من العادية ويوم الكلفة اللي انا عاملاها للحمام. وطبعا الكلفة دي مغذية وقنبلة من الفيتامينات. ارجعوا للفيديو السابق وهتستفادوا كتير ان شاء الله. بعد ما تشاهدوا الفيديو ده وتحطوا اللايك ان شاء الله دلوقتي، ان شاء الله هتستفادوا وهتقدموها للحمام وهتشوفوا الانتاج وهتشوفوا حجم الزغالة عندكم عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده جميلة وهتلاقوا خير وهتلاقوا انتاج عندكم بسبب الكلفة دي. اهي انا بقدمها، امبارح قدمت الكلفة العادية والنهاردة بقدم الكلفة دي. هتقولي لي ايه اللون الاحمر اللي فيها ده؟ ارجعوا للفيديو السابق برضو وهتشوفوها وهتشوفوا مكوناتها ايه وهتشوفوا انا بحط عليها ايه. بسم الله ما شاء الله، قنبلة من الحديد والفيتامينات والمعادن، وبتقوي المناعة وبتقاوم الامراض عند الحمام، الامراض التنفسية والامراض المعوية بفضل الله. طبعا احنا داخلين على رياح الخماسين، رياح شديدة وبتسبب امراض للحمام، بتسبب دمعة العين وبتسبب الاسهالات وبتسبب الامراض التنفسية. ان شاء الله ما تقدموا الخلطة دي للحمام مش هتعانوا من اي امراض. طبعا الخلطة دي مش اكل بس، عليها اعشاب تاني. ان شاء الله ما تشوفوا الفيديو هتستفادوا الفيديو السابق وهتدعوا لي باذن الله. عايزه منكم دعوه حلوه كده في التعليقات، واي حد عايز اي حاجه يكتب لي وانا هرد باذن الله. ولو ما ردتش في التعليقات هعمل بيها فيديو باذن الله، فيديو على التعليق على السؤال اللي حضراتكم سايبينه. تمام. المعلقه دي يا جماعه اللي هنحطها النهارده على، شايفين حجم الزغاليل؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. دي زغاليل صغيره، شايفين منفوخه ازاي؟ اللهم بارك اللهم بارك، اللهم احفظها يا رب. بسم الله ما شاء الله، شايفين واكلين وشبعانين من الكلفة اللي انا بقدمها للحمام. شايفين حجم البيض؟ بسم الله ما شاء الله. ده الانتاج بتاعنا يا جماعة، ولسه ان شاء الله لما كله يخرج هوريكم الزغاليل، ولما الزغاليل دي هتكبر شوية هوريكم احجامها عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله. اهو في بيض للحمام اهو، حمام بيض على جنب. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وفي حاجات راقدة فوق وحاجات مخرجة، طبعا انا مش بعرف اطلع عشان اصورها. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا جماعة. حمام كتير رائد وحمام مخرج، بس انا مش عارفة اوريكم بصراحة لان انا بصور بايد واحدة. اهو ده رائد كله. بسم الله ما شاء الله، وحجم البيضة ممتازة جدا. بسم الله ما شاء الله. غير الزغاليل اللي طلعت برضو حاجة كده جميلة، ده برضو رائد، لسه رائد مع الجزء اللي قبله. بسم الله ما شاء الله، قول اللهم بارك يا جماعة. المعلقة دي يا جماعة هي الحلبة. هنحط معلقة حلبة مطحونة. هتقولي مطحونة؟ هقول لكم مطحونة على الكلفة كلها علشان الحمام يستفاد بيها، على الكلفة اللي انا بقدمها، على بديل كلفة الحمام. ودي زغاليل تانية اهي. بسم الله ما شاء الله، شايفين احجامهم عاملة ازاي؟ صغيرين وبسم الله ما شاء الله منفوخين وكبار. بسم الله ما شاء الله. قول اللهم بارك يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا حطيتها للحمامة اهي الكلفة، وحطيت عليها معلقة من الحلبة. الحلبة يا جماعة غير انها بتعالج الاسهالات وبتقوي المناعة وبتساعد على علاج البيضة الرايقة عند الحمام وبتزود الانتاج، غير ده كله انها كمان طاردة للحشرات. هتقولي لي ازاي؟ هقول لكم لما
الحمام ياكل الحلبة في الاكل، الحشرات مش هتطيق ان هي تقف على جسمه او تمص في دمه او تعيش في جسم الحمامة دي، لان طبعا انتوا عارفين ان الحلبة ليها ريحة نفاذة، فالحشرات مش هترضى تقف على جسم الحمامة، هتنطر اي حشرة موجودة على جسمها. لما الحمام ياكل حلبة، اي حشرة هتنزل من على جسم الحمامة بفضل الله وبفضل الحلبة. الحلبة دي كنز من الفيتامينات، وكنز من الفيتامينات والمعادن يا جماعة، قدموها للحمام ابدا ومش هتندموا. هتزود عندكم الانتاج والخير بسم الله ما شاء الله، هتزود حجم الزغاليل وهتفتح الشهية وهتعالج الاسهالات عند الحمام، وبتقوي المناعة. ولو حمامة هزيلة ولا تعبانة شوية حطوا لها حلبة، لو حطيتوها كل يوم مفيش منها اي مشاكل. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده يعني وهمية، كنز من الفيتامينات. حطوا منها معلقة كبيرة مليانة او معلقتين على حسب الكلفة اللي انتوا بتقدموها للحمام، معلقتين على بديل الكلفة اللي انا عاملاها دي. ولو انتوا هتحطوا كلفة عادية حطوا معلقتين كبار مليانين، معلقتين كبار مليانين. الحمام عمره ما هيجيله حشرات ابدا، ومش هتلاقوا حشرات في الاوضه ولا هتلاقي حشرات في المكان خالص اللي انتوا بتربوا فيه حمام. ليه يا جماعه؟ لان طبعا الزرع بتاعهم او المخلفات بتاعتهم لما بتنزل في الارض طبعا الحشرات مش هتطيق الريحه، مش هتطيق ريحه الحلبه، فمش هيبقى فيه حشرات في جسم الحمامه ولا على الارض. مش هيجي للحمام الامراض اللي احنا بنشوفها زي المرض الجدري. في ناس كتيرة بيجي الحمام عندهم مرض الجدري وبيرموا حمام كتير وبيذبحوا حمام كتير بسبب المرض ده، وفي ناس بتذبحه ومش بتاكله بسبب ان هي بتقرف منه. طبعا لما بيدخل الصيف بيكتر الناموس وبتكتر الحشرات، فالحلبة مش هتخلي اي ناموسة تقرب من جسم الحمامة. الحلبة مش هتخلي اي ناموسة ولا اي حشرة تقرب من جسم الحمامة. هتلاقوا بسم الله ما شاء الله الحمامة كبيرة، الزغلولة والحمامة التانية برضو صدرها عريض كده الكبيرة، بسم الله ما شاء الله، وصحتهم فوق الممتازة. حطوا من الحلبة يا جماعة على الكلفة وهتدعولي. حاجة رخيصة جدا، يعني حاجة ما تجيش بجنيه. معلقة الحلبة معلقتين الحلبة اللي هتحطوهم ما يجوش بجنيه، ما يجوش بجنيه، هتحطوهم على الكلفة. لو كلفة عادية حطوا معلقتين، لو كلفة زي اللي انا بعملها بديل الكلفة دي وارجعوا الفيديو السابق هتشوفوها، حطوا معلقتين حلبة مطحونة، اطحنوها في الكب بتاع الخلاط عادي جدا، المطحنة بتاعت الخلاط، وحطوها على الكلفة وهتدعولي ان شاء الله. ونسألكم الدعاء، وكل سنة وانتم طيبين جميعا، واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.